في زمن كانت فيه الأمة تبحث عن المصلحين. ولد عبد الوهاب عبد الرزاق السامرائي عام 1922 في بغداد. فقد والده صغيرا فتعهده جده وأعمامه بالرعاية، وأدخل الكتاب فختم القرآن مبكرا. تلقى تعليمه في مدارس بغداد وتخرج من كلية الحقوق، لكن قلبه لم يتجه إلى المحاماة بل إلى التعليم والدعوة، وكان من المقربين إلى الشيخ أمجد الزهاوي، ومن خلاله تشكلت رؤيته التربوية والفكرية التي جمع فيها بين العلم والعمل. وفي عام 1949 شارك في تأسيس جمعية التربية الإسلامية في بغداد، التي تحولت مع الوقت إلى صرح تربوي كبير يضم مدارس للبنين والبنات. ولم يكن إداريا فقط بل مربيا، يشارك بنفسه في النشاط الدعوي والتربوي، يرسل الدعاة إلى القرى والأرياف، ويحث على بناء المساجد وتعليم الناس. وفي عام 1959 أسس مجلته الشهيرة التربية الإسلامية لتكون منبرا حرا للفكر المعتدل، حافظت على خطها الوسطي رغم تقلبات السياسة، وظل يشرف عليها حتى آخر أيامه. عرفت الأستاذ السامرائي منذ أواخر الأربعينيات، حين كنت أزور بغداد وألتقي بشيخ أمجد الزهاوي، فكان من أقرب تلاميذه إليه. رأيته غيورا على الدين، حريصا على خدمة الناس، قليل الكلام كثير العمل، يتعامل بتواضع جم وأدب رفيع مع الكبير والصغير، ويجمع بين قوة المبدأ ورقة الخلق في آن واحد. كان إذا وعد أوفى، وإذا تحدث صدق، وكانت همته في الدعوة والتربية لا تعرف فتورا ولا مللا. وفي 28 من أغسطس عام 2006 رحل الأستاذ السامرائي عن عمر ناهز 84 بعد حياة طويلة في خدمة التربية والتعليم والدعوة إلى الله. بقي أثره في مدارس خرجت أجيالا من المتعلمين، وفي مجلة حملت فكره لعقود، وفي سيرة رجل علم أن بناء الأمة يبدأ من بناء الإنسان.